بص يا ابو الصحاب، النهارده هنتكلم عن اخبار للنادي الاهلي. كلها حقيقيه. انا ما بطلعش اتكلم ولا بطلع اقول اي كلام الا لما ببقى متاكد منه 1000% انه الكلام ده هيوصلك وهتسمعه من ناس اعلاميين بيقولوا انه فعلا ده هيحصل. يعني مش بطلع اتكلم وخلاص وبقعد اعمل سكريبتات وبقعد اعمل نوش على الفاضي. تمام. من اخوك الاهلاوي محمد الصيفي، اتفرج معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول حاجه، النادي الاهلي ونادي الخلود او الحزم السعودي بيخلص في عبد القادر بمليون دولار. عبد القادر جاي له عرض من نادي الزمالك، ولكن عبد القادر ناقص له سنه في عقده مع النادي الاهلي. فقرر النادي الاهلي انه يستفيد من عرض الحزم السعودي بضم احمد عبد القادر، ويستفيد بانه هياخد مليون دولار. احمد عبد القادر هيرجع من بره. انا متاكد 1000%، وكل جماهير النادي الاهلي اللي بتتفرج عليا واللي عارفه ان احمد عبد القادر الماتيليتي بتاعت دماغه سهله قوي ان هي تروح نادي الزمالك. وده هيكون رد على كابتن زيزو اللي جه النادي الاهلي، واحنا عادي مش فارق معانا. احنا دلوقتي في عصر الاحتراف. تمام. ده ردا بس على شويه ناس زملكاويه هتطلع تقول لك ايه، انتوا زي ما خدت زيزو هناخد عبد القادر. خد عبد القادر مفيش مشكله. طيب. تقارير نادي النصر السعودي بتنفي اهتمامها بوسام ابو علي. كان في تقارير من نادي النصر السعودي طلعت وانفت خبر ان في اهتمام بوسام ابو علي من انتقاله من النادي الاهلي الى النصر السعودي. طب وسام ابو علي وصل لحد فين؟ وصل لحد ان انت هات شنطتك يا ابن الحلال، واحنا طالعين على معسكر تونس وانت معانا. انت جبت عروض لا ترتقي بالمبلغ اللي احنا ممكن نستفيد من وراك عن طريقه. لكن انت معانا مكمل، انت معانا 3 سنين لسه في عقدك. ان شاء الله هيتظبط لك عقدك كفئة اولى، زيك زي زيزو، زي تريزيجيه، زي امام عاشور. وبالمناسبه امام عاشور برضه هيتجدد له عقده بسنتين كمان، بعقد افضل من العقد اللي كان معاه كشركه الكوره وكمان في النادي الاهلي. عشان بس الناس اللي بتقول لك ايه، قلبها على كابتن امام قوي، بتقول لك ازاي يا امام انت ما ينفعش تجدد الا ب 120 مليون. مالكش دعوه، خليك في حالك. تمام. الناس بتيجي النادي الاهلي مش عشان الفلوس بس، في حاجات تانية غير الفلوس. تمام. لما تبقى توصل لها بتكلم عنها. نخش في اللي بعده. حسن مرزوق المدير الرياضي لنادي الاخدود السعودي في تصريحات خاصه لكوره بلس: نرغب في التعاقد مع امام عاشور لاعب النادي الاهلي بقيمه ماليه، بعد ما اتفرجنا عليه وتابعناه، بقيمه ماليه تصل الى 5 مليون دولار. النادي الاهلي هياخد في امام 5 مليون دولار غير اللي هياخده امام. تمام. طيب هل امام وافق؟ لا، امام قال انا تحت امر النادي الاهلي في اللي هو شايفه. والنادي الاهلي عشان كده بيزود عقد امام عاشور، وبيحاول انه يعني يعدله زي فئة اولى متميزة مع تريزيجيه وزيزو واللاعبين الكبار زي وسام ابو علي. تمام. طيب نخش في اللي بعده. بلال عطية وحمزة عبد الكريم إلى نادي بايرن ميونخ وشتوتجارد الألماني. بلال عطية وحمزة عبد الكريم إلى شتوتجارد الألماني وبايرن ميونخ في فترة معايشة، وإن شاء الله لو تمت على خير هنشوف لاعبين من النادي الأهلي بيلعبوا في الدوري الألماني رغم صغر سنهم 18 سنة. ربنا يحرسهم إن شاء الله ويديهم الخير بإذن الله. خبر عاجل ومهم جدا، وصل لاكتر من حد، في بادجات كبيره قالته، ولغايه دلوقتي مفيش حد اتكلم عنه. انا هقوله لان انا يعني شايف ان ده خبر لازم يتقال عشان يبقى فيه اسبقيه على الاقل. حتى بيقول لك ان النادي الاهلي رسميا هيشارك من الموسم المقبل ده في كاس العالم للقارات، الانتر كونتيننتال، بعد ما جاله دعوه استثنائيه من الفيفا. تمام. عن طريق انفانتينو طبعا اللي بيشجع النادي الاهلي، زي ما كلنا عارفين طبعا. كل جماهير نادي الزمالك هتقول لك انفانتينو بيشجع النادي الاهلي، والكاف بيشجع النادي الاهلي، العالم كله بيشجع النادي الاهلي عادي. مفيش مشكله. زي ما في ناس طلعت كده وقالت لك ده النادي الاهلي كان جايب ناس ملبسها تيشيرتات الحمراء وبيديها فلوس عشان تشجعه في كاس العالم للانديه. مسكين مسكين ايها الزملكاوي، اقسم بجلال الله مسكين. طيب هل ده صحيح ولا لا؟ الله اعلم. بس اللي انا وصل لي في اكتر من حدث ان النادي الاهلي فعلا احتمال كبير هيبقى في الانتر كونتيننتال من الموسم المقبل، وهيبتدي مشواره مع بيراميدز في اول مباراة. ده الاخبار اللي جات لي.
50% 50% لا، هتاكد وهرد على حضراتكم. ودي كانت معلومات النهارده، ودي كانت اخبار النهارده. يا ريت ادعمني بشير ولايك وسبسكرايب. للي بيشوفني على الفيسبوك ادعمني بلايك ومتابعه، ويا ريت شير كتير لاصحابك الاهلاويه. كان معاك محمد الصيفي، مو رضا، على صفحه ملعب الهداف محمد الصيفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.